ده المعلم زينهم، وده فرح هو عامله علشان يلم بيه نقطته ويجيب ميكروباص، ولكن الموضوع مش بالبساطه دي. ففي الحلقه بتاعت النهارده هنتكلم شويه عنه وهنعرف ليه الفرح ده اتحول لكارثه. بتبدا القصه بالمعلم زينهم اللي بيصحى من النوم علشان يجهز لليله اللي هيلم فيها 100,000 جنيه. ولو انت من الناس اللي مش فاهمه حوار النقطه ده، فببساطه بتكون شبه الجمعيه بالظبط. يعني الشخص اللي بيشترك فيها لازم يروح ينقط لكل اللي عندهم فرح، بحيث ان هو لما يعمل فرح كله يجي يرجع له النقطه. وطبعا كل ده بيحصل بسيستم، واللي منظم كل ده في الفيلم هو الاسطى حبشي اللي قام بدوره الفنان محمود الجندي. وطبعا هو بيستفاد من الحوار ده وبياخد نسبه من كل شخص، خصوصا لانه هو اللي بيكون مسؤول عن كل حاجه في الفرح، اذا كان بقى من مصور او الفراشه والفرقه وكده يعني. المهم لو سيبنا الحاره دي ورحنا لحاره عبد الله وجميله اللي المفروض بقى لهم 7 سنين مكتوب كتابهم بس لسه ما اتجوزوش بالطريقه التقليديه. تقول لي تقليديه ازاي؟ هقول لك بمعنى ان هم يعملوا ليله وفرح وشقه وعفش والكلام من ده. فبسبب ان هم ما عملوش كده بقت نظره الناس ليهم في الحاره نظره مش كويسه خالص، ودايما بيتخانقوا مع الجيران. وعلشان كده ابو جميله بيطلب من عبد الله ان هو يدخل على بنته بكره وكمان تكون ليله بلدي علشان الناس تتاكد من شرفها. وطبعا عبد الله بيتضايق لان اللي ابو جميله ما يعرفوش ان عبد الله وجميله دخلوا قبل كده، وان هو دخل عليها ده مش حرام شرعا لانها تعتبر مراته، ولكن الكلام ده لو وصل لابوها والناس مش هيكون لطيف خالص. فعبد الله بيحاول يتصرف في فلوس علشان يعمل لجميله عمليه ترجعها بنت بنوت. نرجع تاني بقى لزينهم اللي بيقول لهلهوله اتصرف وهات لي عريس وعروسه علشان الليله تعدي. طبعا هلهوله بيروح لعبد الله وجميله وبيتفق مع عبد الله ان هو هيديله مبلغ كويس بس تخلي جميله تمثل ان هي اخت المعلم زينهم. وطبعا عبد الله ما بيصدق وبيوافق علشان ياخد الفلوس يعمل بيها العمليه لجميله. طيب لحد هنا كويس قوي. نيجي بقى للمعلم زينهم اللي بنلاقيه بيتفق مع العسلي اللي يعتبر النبطشي بتاع المنطقه ان هو يطبل لاي حد هيرمي نقطه. ولو انت ما تعرفش فدي شغلانه النبطشي باختصار، ان هو يحسس الشخص اللي بينقط ان هو اهم واحد في البلد. وفعلا العسلي بيقول له هو احنا ورانا غير التطبيل؟ ولو جينا بقى نزوم على شخصيه العسلي هنلاقي ان في مشاكل بينه وبين ابوه، وده لان التعويره اللي في وشه دي كانت غلطه من ابوه، ولكن الغلطه دي بتفضل ملازمه العسلي في الرايحه والجايه وبيتعاير بيها دايما. اتصالا للموضوع العسلي مش بيكلم ابوه، وكل ما بيشوفه ما بيبصش في وشه. وركز بقى معايا لان الحته دي هنحتاجها قدام في الدروس المستفاده من الفيلم. المهم هما بيجهزوا الفرح بنلاقي ان هما علقوا ميكروفون عند بلكونه الحاج شوقي. لو انت ما تعرفش فالفرح ده كان يوم الخميس وانت فاهم بقى. طبعا الحاج شوقي بيتضايق